اكتر حاجة بتخوف الناس من الاستثمار ان هم بيسمعوا ارقام كتير كبيرة وهم مش فاهمين منها اي حاجة، وفي نفس الوقت بيبقى عندهم سؤال واحد مخوفهم: هو انا هيرجع لي عائد كويس ولا لا؟ وطبيعي ان مفيش حد بيدفع اي مبلغ كبير قبل ما يكون مطمن هو هيدفع المبلغ ده في ايه. وعلشان الصورة تبقى واضحة اكتر خليني اخدك في مثال حقيقي ونحسبها سوا. انا مريم صابر، سينيور سيلز من شركة ريتس، ودي اول حلقة من تعالى نحسبها سوا. طيب النهاردة هكلمك على مكتب في التجمع، على اهم محور من محاوره قدام لونش اعمار الجديد. مساحته 55 متر بلس 11 متر اوت دور، والتوتال سعره الاجمالي 16 مليون. بنتكلم في مقدم 20%، هندفع 10% دلوقتي وبعد سنة 10%، يعني بنتكلم في حوالي 3 مليون و200 ألف. واقساطك لحد ما تستلم لحد ال4 سنين احنا بنتكلم في حوالي 5 مليون 120 ألف متقسمة على كل كوارتر. وعشان نبقى بنحسبها بالتفصيل أكتر، لو ضفنا وديعة الصيانة اللي هي 10%، فاحنا هنبقى دافعين لحد الاستلام حوالي 10 مليون. تعالى بقى للجزء اللي يهمك، العائد. متوسط إيجار المتر في التجمع النهاردة حوالي 2500 جنيه، يعني ال 66 متر اللي هما المحل والأوت دور هيطلعوا لك دخل شهري حوالي 165 ألف، ودخل سنوي بنتكلم في حوالي 2 مليون جنيه. وبالحسبة دي العائد هيوصل معاك لحوالي 20%، وده في الورست كيس من غير ما نحسب ال10% الزيادات السنوية ولا أي تغيير طبيعي في السوق. لو عندك أي استشارة عقارية أو عايز تبدأ استثمارك أو عايز تعرف أكتر عن الوحدات التجارية، تقدر تبعت لنا وإحنا هنتابع معاك خطوة بخطوة.